الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. وبعد، أيها الإخوة الأخيار، فنحن على مقربة من هذا اليوم العظيم، ألا وهو يوم عرفة، والذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه أناس من النار من يوم عرفة، من يوم عرفة. ويوم عرفة هو يوم مشهود، وهذا اليوم يكثر فيه عتقاء الرحمن من النار. هذا اليوم هو يوم عظيم عند ربنا تبارك وتعالى. ينزل ربنا تبارك وتعالى عشية يوم عرفة، والعشية هي من العصر إلى المغرب، ويقول ربنا تبارك وتعالى: ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من مبتل فأعافيه. ويوم عرفة يستجيب الله عز وجل فيه الدعوات، وكان سلفنا الصالح يؤخرون حاجاتهم وطلباتهم ودعواتهم ليوم عرفة، ولهذه الساعة، ساعة عشية يوم عرفة، لأنها ساعة يستجاب فيها الدعاء. فإذا استطعت أن تخلو بنفسك بعد العصر وتكثر من الدعاء وتكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأوصيكم بصيام هذا اليوم العظيم حتى يكفر الله لكم ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة قادمة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سلما سلاما، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. آمين آمين يا رب العالمين. وأقم الصلاة.